الملعب رأسية تتخلص مرة ثانية. مشاري يبحث عن كرة الجانبية مرة أخرى في المنتصف عند نواف يهدي كرة. نواف يلعب كرة خلفية لهاشم عدنان مرة ثانية في الطرف. كانت غائبة في شوط المباراة الأول مجتبى غلوم تغطية عليه بشكل سليم. المحاولة في المنتصف. لاحظ الانتشار الحاضر للمالكية في المنتصف الآن. اعتماد على عمار حسن بشكل كبير. لاحظ الاختراق بالجانب الأيمن لأحمد سعد. الخطورة قائمة ولكن جاءت متأخرة نوعا ما لهشام منصور اللي كان مندفع على المرمى. والتمريرة جاءت من أحمد سعد بشكل سريع. ولا تصل الآن إلى الأمام. محاولة خلال مسابقة الدوري وهو كان في معظم المباريات طبعا يستبدل في المباريات الماضية. محاولة الآن مشاري يفتقد إلى الهدف فقط يفتقد إلى الهدف كما ذكر الزملاء. طبعا المالكية حصل على فرص في الجولات الماضية ولكن يفتقد إلى الهداف اللي يسكن الكرة في اللمسة الأخيرة. محاولة الآن لاحظ لا يستعجل المالكية. يا سلام على التمرير. محاولة خطيرة وتصل إلى الأمام. التسديدة موجودة ولكن درويش. محاولة موجودة في الطرف الأيسر. تقدم إلى الأمام والمنتصف رائع. التنظيم الموجود في المنتصف في المالكية فعلا كانت خطورة. تصل لسيدو لدرويش مرة ثانية. قد تكون العرضية العاشرة اللي تأتي من درويش وتصل بعد ذلك لسيدو. المالكية هو الأفضل وهو الأكثر وصول للمرمى على اعتبار أن فريق البسيتين كان تراجع يعني غير مبرر من فريق البسيتين. ما كان يعني المتوقع منك أن نتوقع أن فريق البسيتين اليوم يدخل على أساس يعني في باله 3 نقاط ويكون متصدر الدوري من خلال هذه المباراة. لكن شاهدنا فريق المالكية كانت جاسم محمد هاشم السيد عنان نواف عبد الله عيسى البري مشاري علي. محاولة لا زالت موجودة تتخلص. فاغنر يبعد الكرة إلى مشاري بل هو نواف. عمار مرة ثانية الكرة ما فيها راية سريعة. هاشم السيد عدنان. نواف يبحث عن كرة. نواف يديها بشكل رائع. أفضل لاعبي المباراة نواف الآن يحول كرة تصل إلى سيدو يتأخر بكورته. المحاولة موجودة خطيرة ولكن حكم اللقاء لهدف واحد. مرت الكرة لنواف خلصها إلى خارج أرضية الملعب. وصل بعد ذلك للطيب يتقدم بكورته عمار في المنتصف. محاولة موجودة لعمار يكسب من خلال لعب يبحث عن تقدم والإشارة للاستمرارية في اللعب في المحاولة. تصل بعد ذلك نواف يبحث عن كرة. نواف محاولة لا زالت موجودة يمر بشكل سليم نواف ويكسب على خطأ في المحاولة الماضية. فعلا خطأ لمصلحة نواف هو الخطأ بكرة ثابتة. شاهد تقدم جميع لعيبة المالكية الآن بالمساندة للكرات الثابتة اللي كانت موجودة بشكل كبير في هذه المحاولة. وصل إلى خارج أرضية الملعب. هي محمد درويش. محمد داخل منطقة الجزاء تتخلص. ضاعت على المالكية وضاعت على نواف في التسديدة الماضية. ركنية الآن والمحاولة قد تكون الأخيرة للمالكية لمعادلة النتيجة